المحاميه نتاع التجمع وقت الثوره، واللي كربول ووزراء اخرين تو نحكي عليه. في اطار نقاشنا حول التجمع، حول عوده ما يسمى بعوده التجمعيين وانخراطهم في احزاب جديده، باش نستقبلوا لك الضيفه الاولى اللي هي المحاميه نتاع التجمع وقت الثوره، واللي المراه وقت الوحيده اللي خرجت بالصوت العالي ودافعت على التجمع بصوت عالي، وقت اللي معظم او اغلب او ربما كل رجال التجمع تخباو في جحور وتحت الطواول وفي ديارهم واختفاوا من المشهد. كانت المراه الوحيده اللي بصوت قوي دافعت على التجمع وتحملت برشا تهجم وبرشا معناها برشا ضرب. نستقبلوا مع بعضنا الاستاذه عبير موسى. مرحبا بك استاذه عبير موسى. انت موجوده توا في حزب الحركه الدستوريه، الناطقه الرسميه هكا، الناطق الرسمي، عضو الهيئه السياسيه، وانت تجمعيه حقيقيه اصيله، يعني كنت مساعده الامينه العامه المساعده، يعني مكلفه بالمراه، مكلفه بالمراه، يعني المساعده نتاع سي محمد الغرياني اللي هو بيدو موجود في نداء تونس كمستشار لرئيس الحزب. سيدة عبير موسى يعني نعم موسي عبير موسي، باهي اما نقطتين تحتيه. وقت اللي اختفى التجمعيين بعد الثورة، يعني اختفاوا بريسك كلهم وتخباوا وانسحبوا من المشهد السياسي، كنت انت المرأة الوحيدة اللي خرجت للمواجهة، واللي قدمت روحك كمحامية في قضية حل التجمع، ومشيت للمحكمة، واجهت الحماس الثوري الكبير في الوقت هذاك واللي كان عنيف نوعا ما، وكانوا الثوار يناديوا بحل التجمع ويطالبوا بالثأر من التجمع. يعني هل هي قصة حب مع التجمع ذي الكل؟ حب في التجمع، وفاء، شنو سر الوفاء ذي الكل للتجمع؟ يعني هذا حزب مشبوه، حزب متهم، حزب عنده تاريخ إجرام. انت قلت كي نجبدوا الحريات فقط واجرامه في حق الديمقراطيه، كي نكتفيوا بهذا برك دون ما ندخلوا في ملفات الفساد اللي عند القضاء، اكتشفوا انه حزب اجرامي. علاش ما عملتش كما الناس الاخرين، خبيت وجهك وعاودت تركشت شويه بالتونسي وبعد خرجت معاهم؟ شكرا على الاستضافه ساعه. نرحب بزميلي الاستاذ عبد الرؤوف العيادي. قبل كل شيء نحب بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، هي جات صدفة أنه تم استضافتي في النهار هذايا، نحب نتوجه لكل نساء تونس بأحر التهاني بهذا العيد، ونشد على يديهم بالطبيعة باش نواصلوا النضال من أجل المحافظة على مكاسبنا اللي تحققت. النضال طبعا للمحافظة. اي لحظه، انت كنت مناضله؟ لليوم مناضله. كنت مخبر انت؟ لحظه هاني جايتك استاذ. لحظه شنو كنت مخبر؟ كنت مخبر، كنت مع البوليس هذيك. نجاوبوا. انا عندي بعد ما عنديش. نجاوبوا كلام هذا. لحظه حنتكلم، سي ضيفتك راني. وهذه في المطار قد داو علي انا وراضي النصراوي، وانا ضربوني جرحوا لي ركبتي. والغدوه العميد قرر باش يعمل ندوه، هي مع الجماعه اللي تقول هذوما يخدموا للخارج. انا في عيد المراه انا امراه ما نهينوش المراه يا سي. لحظه حنجاوب استاذ ميساج. شنو مخبره؟ يخدموا مع البوليس هذوما السياسي كانوا. خليها تجاوب. لحظه خلينا نجاوب ميساج. تفضل. نواصل التهنئه نتاعي للمراه التونسيه. به وحاجه اخرى معناها لهنا قعدت بيها انا في شيام التونسي، في بالي انا معناها كيف يجي ضيف يفرح بيه. ام السجين ولا ام اللي في الحبوسات اللي كنتم انتم تصنعوا في المآسي. نقول لك حاجه سي سمير، وقت اللي تمت دعوتي للبرنامج هذايا وعرفت انه الضيف اللي موجود في البرنامج هذا هو الاستاذ عبد الرؤوف العيادي، وافقت بدون تردد، لاني كنت ننتظر في الفرصه هذه باش تجي، لانه الاستاذ عبد الرؤوف العيادي عنده توا 3 سنين وهو يتكلم في نفس الكلام ويلقي في نفس الاتهامات الباطله ويتكلم وحده، لانه للاسف الشديد 3 سنين اللي تعداو قال انه التجمع جهاز امني. لحظه، لانه 3 سنين اللي تعداو، لحظه 3 سنين اللي تعداو يتكلم
يوم وحده واحنا نسمعوا فيهم ما جاتناش الفرصه باش نجاوبوا. انا جيت باش نجم نواجه الاستاذ عبد الرؤوف العيادي ونقول له نواجهك اللي انا مانيش مخبره، انا تجمعيه دستوريه كنت في حزب التجمع الدستوري الديمقراطي نتحدى. تفضل جيبوا تفضل جيبوا تفضل جيبوا انا نتحدى هو قال على التجمعيين الكل مخبرين. انا نسمع فيكم قال على التجمع هذايا ماهوش جهاز امني، عندي تقارير استخباراتيه ويقول عليه زايده دوديه. معناها احنا توا في عهد ديمقراطيه باش علمنا الاستاذ عبد الرؤوف العيادي ديمقراطيه ويقول انه هو كان يناضل من اجل الديمقراطيه، يجي يقول على حزب انه زايده دوديه. الحزب اللي حرر تونس وحزب اللي بنى الدوله التونسيه كان انت مش مستعرف بالاستقلال واصل التجمع واصل بناء الدوله وواصل عمل انجازات. هو يحب يختصر ويحكي على المخبرين وعنده هلوسه بحكايه المخبرين. انا نتحداك وهو الراي العام يتفرج فينا. اذا كان الاستاذ عبد الرؤوف العيادي يجيب تقرير صاد 1 ولا صاد 10 ولا صاد 50 اللي نسمعوا فيهم هذوما المخبرين اللي يحكيوا عليهم، يجيب تقرير كتبته الاستاذ عبير موسي في اي واحد من المعارضين السابقين ولا في اي مواطن تونسي. انا نتحداك تجيب لي تقرير ماهوش مدلس يحمل امضائي انا والا اي علاقه عندي بالجهاز هذا اللي تحكي فيه نتاع البوليس السياسي. احنا في الحزب هذايا الاستاذ عبد الرؤوف العيادي ما يحبش الانسان اللي خالفه في الراي. سامحني سيدة، لا خلينا السيد هذايا لا سامحني لا نحب نذكر بحاجه. السيد هذايا هو من ضحايا الاستبداد، من ضحايا. وشكون دورك انت في؟ ما تنجمش سامحني سي رؤوف يا سي رؤوف يا سي رؤوف انت محمد شنو دورك انت وقتها؟ دوري احنا نتعاملوا مع الخارج منيع باش انت ما توظفش قطاع المحاماه لغايتك السياسيه. انا كنت رافضه كمحاميه انك تضحك على دقيق وانك توهمني اللي انت تعمل في الجلسات العامه من اجل مطالب المحامين. سي سمير ثلاث سنين توا تعديت والسيد عبد الرؤوف العيادي منين كنت تمعش؟ منين كنت تمعش؟ المجلس التاسيسي شنو منين كنت تمعش انت؟ قبل وقت اللي كان عندك موجود نتشرف انه موجود. يا سي رؤوف لا عندك انت عندك 1000 محامي يا سي رؤوف ما يسمعوكمش الناس هكا. تكلموا بالواحد. خل تتكلم هي. خلينا نتكلم كل حاجه الصدر جزء من منظومه الفساد. انا ما خليتونيش نتكلم. المحاماه شوش عملوها؟ المحاماه جاوا قائمه عملوها هذوما المحامين هما اللي يخدموا مع الشركات الوطنيه والبنوك وفيها اعضاء من القيلاني عملت قضيه يا سيد عبير. القيلاني عملت قضيه انا والاستاذ مكشر امام محكمه اداريه لانه مع اني ضد القاء الاتهامات بدون وثائق وبدون دليل. وثائق موجوده لا ورينا الوثائق. اما في نفس الوقت يا جماعه ما تتكلموش مع بعض. نتحداك يا استاذ قلت لك جيت انا خصيصا. لا مش هذا موضوعنا ماهوش شخصي، شخصتوه برشا. هو حكى على جهاز التجمع، قال جهاز امني يكتب في التقارير للداخليه وقال عنده وثائق. اولا وثانيا يا سيد عبير ما تنجمش تنكر اللي السيد اللي قاعد بجنبك كان مناضل وتعرض للاضطهاد وكان من ضحايا الاستبداد والديكتاتوريه. ما نجمش تنكر عليه نضال. الاستبداد نتاعو هو حاجه اخرى. يعني مناضل انا مانيش باش نحي له صفه مناضل ولا انا مؤهله اني انت قلت مناضله حقوقيه مره يقدموا فيك مناضله فيش حقوقيه على حقوق الشعب التونسي كله. اللي انت تحب الشعب التونسي تخدم في بن علي وتقول الله احد الله احد. بن علي كيف واحد قلناها صحيح قلناها وقالوها برشا ناس وماهيش هذيك اكثر جريمه. قالوها مليح بن علي اللي طلع يخدم مع الموساد اللي عنده يخدم مع الموساد واللي يهرب ميزانيه لبرا. ما تتكلموش مع بن علي انت تقول الله احد. هي لازم تعتذر للشعب التونسي انت على الاقل. انت مؤهل باش تقول لي لا لازم تعتذر لي انا لانك انت كنت تصدي لي انا في الدفاع عن حقوقي. نتصدى لك لانك لا وانت واكله في معناها حق التوانسه من المحامين اللي هما انت وجماعتك مستفردين تاخذوا البنوك تاخذوا الكونتونسيون ديتا. نتحداك يا استاذ شوف سمير ما نشخصوش وانت جايب معناتها شوف اخوي علمتني انت راني جبت لها الوثائق نتاعها. عندك فرصه باش تخرج الوثائق اذا عندك. يا سي سمير خلينا نقول لك حاجه. احنا اليوم جينا باش نحكيو على محور. كيفاش تحكي انت تفهم في السياسه. انا الراي العام توا يسمع فينا ويتفرج فينا. خلي المستوى نوعد الاستاذ عبد الرؤوف العيادي اذا كان الاعلام يوفر لنا مناظره تلفزيه مش يحكي عليا انا ولا يحكي على اي واحد اخر. انا مستعده. هاي فرصه. قلت ما نشخصوش الموضوع باش نقعد نحكيو على شخص. تفضل اذا عندك. تفضل خلينا نجاوب. تفضل جاوب خليها تجاوب. انا نتحدى الاستاذ عبد الرؤوف العيادي انه يجيب تقرير. انا
تحديته ديجا. الحاجه الثانيه بالنسبه للمؤسسات العموميه اللي يحكي فيها هو، انا طلبت وسبق اني طلبت الا نعملوا كشف المحامين التونسيين اللي يخدموا مع المؤسسات العموميه الكل فتره بن علي، ونشوفوا ترتيبهم ونشوفوا استاذ عبير موسي اللي يحكي على البنوك. انا حتى مره نخدم مع بعض. انا نستغرب حاجه واحده. انا نستغرب حاجه واسمح لي باش نلاحظ. يعني انت سيده عبير كنت امينه عامه مساعده، منصب قيادي في التجمع، يعني انكرت كل شيء. انه التجمع ما ارتكبش حتى جرائم سياسيه في حق المناضلين. شوف احنا مازلنا ما حكيناش على التجمع ولا على جرائم التجمع، لانه هو ربما اللي استفزوا انك حكيت على نضال. انا نعرف موقفه من قبل، انا نعرف موقف شخصي، يعني موقف شخصي نعرفه من قبل. لكن جاي يخرجوا من جنيف يتجسسوا علينا. اسمع، كانوا يبعثوهم من جنيف السفاره، السفاره هذم كانوا يمشوا للسفاره ويجوا بالكرهبه ويتجسسوا علينا احنا مسدرين وجماعه كنا نمشيو. هو ما يحملش الراي المخالف قبل 14 جانفي وبعد 14 جانفي، وانا كنت متاكده من الشيء هذا اللي الاستاذ مع كامل احترامي ليه ونضالاته ولا التعذيب نتاعو هو كان يناضل من اجل انه اليوم يفرض علينا الاستبداد يحب يفرضه اليوم، والدكتاتوريه اللي هو يحب يفرض علينا. خلونا حاجه يعني هو ما يكونش راي مخالف. كي ناخذ انا الكلمه في جلسه عامه للمحامين باش نبين راي مخالف هو ما يقبلش. احنا موضوعنا مش هذا. جلسه عامه، جلسه عامه. شوف يا سيد عبير، يا سيد عبير عندكم فكيتوا البلاد كامله حتى تستنوا جلسه عامه. خليني نسأله يعني في يعني ما خليتهاش حتى تجاوب على السؤال. سامحني انا والله العظيم خليتني في موقف محرج جدا. علاش؟ محرج يعني سامحني، انا الناس هذوما ضريت منهم هذوما. فاش ضريت منهم؟ شنو محرج؟ انت فاش ضريتك؟ شنو ضريتك؟ انت كنت تتهم فينا انا نتعاملوا مع الخارج. انت تتعامل مع الخارج، ليه تتعامل؟ انت تتعامل مع الخارج. نجيب لك انا وقت اللي تونس مشيت تحضر تقريرها في جنيف في حقوق الانسان، انت تمشي ثم حقوق الانسان في تونس. المجتمع الاممي شهد بان تقرير تونس في حقوق الانسان يا سيدة عبير، سيدة عبير على التقرير واعطى توصيته، وقتها انت وبعض الحقوقيين تحت البروكن شير وحاطين تصوركم على السيارات الامنيه السويسريه باش تدعيم الى تشويه تونس. وقت اللي ما نقعدوش نتراشقوا بالتهم. خلينا نكملوا الحوار، خلينا نواصلوا الحوار. بتقرير تونس الاستاذ عيادي واللي معاه قالوا ايا اخرجوا تونس ولا الجنه. تونس تحكي تونس فيها حقوق انسان، فيها انتهاكات، شو فيها انتهاكات؟ تعرف قداش ماتوا تحت التعذيب؟ ماتوا 40 في تونس. وثم الناس مغتالين حتى اليوم فما وقاعد وثم شكون خلاهم في السكه وتعدى عليه ترينو. تعال بالك شكري بالعيد كان يتكلم وما لا يعيشك يا عبير يا استاذ انا نحكم يا سيدة عبير. ما يسمعكمش الناس، هذا كي تحكيوا مع بعضكم ما يسمعكمش الناس. يعني ما تراجعش يا سيدة عبير. سيدة عبير اسمعني ليه ما قلناش فما حقوق كامله والا حقوق كامله؟ فما حقوق اقتصاديه، فما حقوق اجتماعيه، فما حقوق المراه، سيدة عبير، فما حق في الصحه، فما حق في التربيه. نجم نكملوا حوارنا. لحظه نجاوبوا. منتدى دافوس مش حبيب موسي، منتدى دافوس وقت اللي يصنف تونس في المرتبه الاولى في جوده المنظومه التربويه. ما كان حد يصدقها الارقام هذه. ما كان حد يصدقها. اليوم دافوس نحن بالكلاسمون في 2012 اول مره في تاريخ تونس. تونس ديما الاولى عربيا والاولى افريقيا. اتنحات تونس من الكلاسمون ولينا يعني تونس كيف بعض تحب تقول سامحني الترتيب في الجامعات في التعليم. معنا في التعليم حتى الفساد اللي يحكي عليه تونس زادت اكثر، مرتبتها طاحت في الفساد. انت طاحت. ما خلي يجاوبك يا عبير يا سيدة عبير. خلي يجاوبك يعيشك يا سيدة عبير من غير تشنج. احنا توانسه رغم يا رسول الله. احنا توانسه رغم يا سيدة عبير يعيشك. احنا توانسه رغم ما ينكر حد انكم توانسه. يا سيدة عبير يعيشك. خليه يجاوبك خليه يجاوبك خدم برشا حاجات في الارشيف. خليه يجاوبك. ما نجموش نكملوا الحوار. طلع عميل موساد نتاعك. انت ماك مهووس بالموساد مهووس. لا مش مهووس موساد. خليه يجاوب يا سيدة عبير. خليه يجاوب. تفضل سي عندك جواب؟ عندك رد. تفضل. هذا معناتها تو يدافعوا على شفت يدافعوا على المنظومه السابقه. يدافعوا على منظومه الفساد. على تاريخنا. سامحني يا سيدة عبير. خليه يجاوب يعيشك. خليه يجاوب. هو خليك تتكلم. خليه يجاوب. ما خليك تشوف الاتهامات جزافا. لا خليه يجاوب. هو خليني نجاوب. انا جاوب. معامله بالنسبه هذوما سيدي كانوا شركاء بن علي في فرض ارهاب الدوله.
هذوما كانوا توا ارهابكم انتوما في ارهاب الدوله. توا وليتوا انتوما تفرضوا علينا في ارهابكم انتوما. انت توا تهدد وتعمل الوعيد وتشوه لي سمعتي وسمعه الملايين نتاع التجمعيين. هذا يتسمى ديكتاتوريه افراد ويتسمى ارهاب الاشخاص. مررنا بالارهاب اذا كان موجود نتاع الدوله اللي هذا كلام فارغ. عندنا الوثائق يا سيدة عبير يا سيدة عبير جاي العداله الانتقاليه وعندنا كل شيء. عبير خليني يا سيراو خليني نسالها بربي. 3 سنين وانت تسب في لا هذا كل راهو ما نجموش يا عبير. 3 سنين وانت تسب في الناس اللي عندنا دوله مستقله. باش نخرجوا اشهار نخرجوا فاصل اشهاري ثم نعود. عندنا دوله. شوف راهو هكا ما نجموش.